بسم الله الرحمن الرحيم. يا أحرار نوفمبر العظيم وأحرار كل العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد الحلقة اليوم عرفتوا حول ماذا؟ حول ظهور الرسمي بالصورة والصوت للرئيس عبد المجيد تبون على صفحته في تويتر بعد التغريدات. اتضحت الصورة منذ مدة وأنا على قناة اليوتيوب تعليقات مستفزة. لماذا لا تتحدث عن عبد المجيد تبون ومرضه؟ أين هو؟ خلها كأني عندي معلومات سرية أخفيها. جماعة اليوتيوب وما أدراك ما جماعة اليوتيوب، جماعة مصادر خاصة جدا في قلب وزارة الدفاع. أي نعم، أكل جنرال القاعد بجنب سعيد شنقريحة الاجتماع يخلص هو يرفع التليفون ويكلمني ويعطيني معلومات بالتفصيل والتدقيق. جماعة اليوتيوب أنا أسميهم مصادري الخاصة. ليلة بيضاء في وزارة الدفاع. أي سيدي بدأت عبد المجيد تبون توفي رحمه الله. عبد المجيد تبون جلطة دماغية مثل بوتفليقة، لا يتكلم ولا يتحرك. عبد المجيد تبون ميت سريريا، يعني هو ميت يرحمه الله. عبد المجيد تبون تم تسميمه وانقلاب ضده. اي نعم زيد. اين اختفى الرئيس عبد المجيد تبون؟ تو احنا نلوموا على جماعة اليوتيوب اللي طبعا يحبوا يجذبوا الانظار ويحبوا تعاود للاسف في صحافة العالم الكل البديلة هذه اليوتيوب اكثرهم يعني دائما يبالغوا. حرب اهليه في امريكا، وقناه روسيا اليوم والاخر هذاك ابو غزاله طلال ابو غزاله شعلها حرب بين امريكا والصين قبل نهايه شهر اكتوبر، حتى نبينكم الفرق بين عالم السياسه والمتطفل على السياسه. انا يسالوني اذا انت ماذا؟ يودي انا ليست لدي لا مصادر خاصه ولا عامه، لا وزاره الدفاع الجزائريه لا الداخليه لا المراديه. كيفي كيفكم، اقرا الصحف المجلات وشاهد الاخبار مثلكم. ما هو الفرق؟ الفرق هو عندي منهجيه، عندي اجهزه نظريه ومفاهيميه، واحلل ما هو منشور، وهذا ما فعلته في كتبي ومحاضراتي وغيره. مصادري الخاصه ما عنديش مصادري الخاصه. تو نحن نلوموا على جماعه اليوتيوب، ما شو نقول على جماعه فرنسا، جماعه الصحف العريقه. والله يشوفوا تسلسل الاحداث سبحانك الله. ما زلت كي كملت مقال لو موند وانا زابيت يعني على التلفزة، شفت الرئيس عبد المجيد تبون يتحدث، كانت قناة عربية. طبعت حتى المقال لأنه مقال لو موند اليوم تاع الأحد وغدا يوم الاثنين. l'Algérie renoue avec la vacance du pouvoir. شايفين l'Algérie renoue avec la vacance du pouvoir. يعني لو نترجموها مع بعضنا، الجزائر تعيد الربط أو الارتباط بشغف السلطة كما كان مع بوتفليقة، ويحكي خلاص انه هرم السلطه مش موجود وكارثه والجيش الى اخره، وتصريحات كثيره السيده الجزائريه الى اخره مركزين عليه، لانه طبعا كل شيء مشتغل. يعني نلوموا على جماعه اليوتيوب ولا جماعه لو موند الصحيفه العريقه والى اخره. المهم لو خرج الرئيس عبد المجيد تبون بالليل وعمل تغريدات فقط بدون صوت وصوره، بدون اللقطه التلفزيونيه ذيك، لقطه الكاميرا، راهم قالوا لا مؤامرة. شفتوا هذا يأكد أنه الرجل هذا ميت غير موجود أصلا. لما ترامب يغرد مش مشكلة يلزم، لكن أنت بما أنك جزائري يلزم تخرج صوت وصورة. أنا طبعا مصادري ما هي، ولماذا لم أتحدث إلا عن هذه الحلقة؟ بسيطة جدا. أنا مصادري هي بيانات الرئاسة الجزائرية. رجل مريض بماذا؟ بكوفيد 19 الكورونا التي ضربت في كل مكان. وعلى فكرة الكورونا هذا كلام نقولوا التونسيين والجزائريين ومغاربة ومصريين، راهو أي رقم تعطيه الدولة اضربوا في العشر. تونس يقولوا 70,000 يعني راه 700,000. علاش؟ لماذا؟ لأنه 90% من حاملي فيروس الكورونا ليست لديهم أي أعراض ولا يعرفون أنهم حاملين. هم يعدوا الآخرين لكن بالنسبة لهم غير مرضى أصلا، لا يوجد أي شيء، لا حمى ولا يعطس ولا أي شيء. هذا مرض الكورونا. إذن الرئيس مريض. هذا قالوا. أكثر من ذلك راهو موجود في مستشفى في ألمانيا، ما خبوش الخبر. راهو الآن بدأ يتحسن، بدأ في فترة نقاهة، كل مرة يعطيك بيان. طيب لماذا لا أصدقه ونمشي لواحد من جماعة اليوتيوب الرئيس موت سريري، الآخر جلطة دماغية، وكل واحد وش يقول؟ لماذا لا أصدق بيان رئاسة الجمهورية؟ أنا كعالم سياسي علمي أقول نعم علمي،
أذهب إلى هذه المصادر العلنية وأتعامل معه. صحيح في عهد بوتفليقة كان مع أخوه السعيد والجماعة المعروفة كانوا يخفوا الأخبار. هذا عرفنا أنه بوتفليقة موجود في القتال الفرنسي فالدغراس عن طريق الصحافة الفرنسية، هذا صحيح، لكن لأنه كانت مؤسسة الرئاسة لا تعطي أخبار حول مرض الرئيس. لكن إذا مؤسسة الرئاسة أعطتك أخبار وأعطتك شيء خطير نسبيا، كوفيد 19، الرئيس هو كبير في العمر 74 سنة ربي يطول في عمره، وراه في مستشفى وفي ألمانيا، أعطتك الخبر. الخبر مقدس والرأي حر. الخبر ماذا، من، متى، كيف، لماذا، أين، من، هذا هو الخبر يعني بالاحتراف المطلق. من عبد المجيد تبون، أين، في مستشفى في ألمانيا، متى، من هذه الفترة، ماذا، مصاب بكوفيد 19. الخبر اكتمل، فلماذا أنا ما نصدقوش؟ لا أقول لا 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 تمشيش مع يوتيوب ولا لو موند هاي سيدي لو موند والله بتاع اليوم وغدا، يعني غدا ستجدونها في الأكشاك وتتحدث عن مشكلة السلطة، مشكلة عبد المجيد تبون اللي تبع في لو موند. غدا هذا موجود أصلا، حتى يوم الاثنين موجود في الأكشاك، لأنه عدد لحد ولا اثنين يحكي إنه عبد المجيد تبون شغل في السلطة ومش موجود. طيب الرئيس واضح، عبد المجيد تبون تكلم مرة لغة شبه رسمية، مرة باللهجة الجزائرية والعربية الفصحى المبسطة. لا توجد أي فهفهة وتأتأة وواحد متاع إنسان عاجز عن إبلاغ الفكرة، يعني 10 على 10. لا كوميونيكاسيون هذه التواصل وإيصال الفكرة وإيصال المعلومة ما ثم حتى ذرة شك أو خوف. واضح واضح. يبدو أنه ضعف شوي يعني من الوزن، هو لابس الجاكيت هذيك السوداء واللون الأسود عادة في الكاميراوات، وهذا يعمل كثير في التلفزيونات، ينقص في الوزن. لما تلبس الأسود تبان أضعف من الواقع على عكس ألوان أخرى. لكن لا غبار على كلامه، واضح دقيقة جملة جملة وماذا يعني ذلك. يعني انتهت المسرحية، انتهت المزايدات، انتهت السخرية. طيب انتم اللي تبعتوا جماعة اليوتيوب وصدقتوه، وانتم اللي قلت لكم 1000 مليون مرة راهو الصحافة والإعلام الفرنسي إعلام مخابرات، راهي بوليسية تكتب وليس صحفيين ولا كتاب ولا مفكرين. هاي سيدي هاي لو موند نتاعكم، ما تصدقوا الآن ولا الآن مش تصدقوا لو موند وتزيد تصدقوا جماعة اليوتيوب المصادر الخاصة جدا، مصادر خاصة جدا في وزارة الدفاع. ما قلتلكش الرئيس بدأ يتعافى فعلا وقادر على المشي والحديث والكلام والأكل إلى آخره. ما قلتلكش المصادر الخاصة بتاعك مازال في موت سريري. هذا هو راهو الفرق بين الأساطير، الخرافات، الشعوذة. تو في آخر العام إن شاء الله قبل ما ندخل سنة 21 نعملوا بيلون، نعملوا حلقة حول الشعوذة السياسية والحرب الصينية الأمريكية والحرب الأهلية الأمريكية واغتيال عبد المجيد تبون وغيره وغيره، وانتشارها بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وحتى وسائل إعلام عريقة كما لو موند، لكنها خاضعة لأجندات مخابراتية. نخصوا لها حلقة إن شاء الله. المهم يا سيدي، تهنيتوا جماعة اللي تصوروا أنهم يستفزوا فيا وأنهم مسكوا علي حجة. أي ماذا تحكي على مرض عبد المجيد تبون؟ أين هو؟ لقد توفي وأنت صامت ولا تتحدث. يا أخوي أنا ما عنديش مصادر خاصة وزارة الدفاع، يعني الله غالب. كيفكم أنا أحلل معلومات منشورة، لكن كما نقول بشكل عقلاني علمي، وفي بعض الأحيان لما يكون ثورة وعنف وحرب أهلية بمناهج العلوم السياسية. طبعا الرئيس عبد المجيد تبون غرد كما قلنا كتابة وفيديو. شو يقول؟ الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين ووسى ذويهم، موعدنا قريب على أرض الوطن لنواصل بناء الجزائر الجديدة. يعني سيعود قريبا إلى أرض الوطن إن شاء الله. مجموعة اليوتيوب ولو موند ما يقولوش هذا مش عبد المجيد تبون، هذه قضايا شبيه له كما يمات صدام حسين سوزي، شبيه له، هذا مركب، هذا آلة صنعوها. وأضاف رئيس الجمهورية: ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم وجيشها الباسل السليل، جيش التحرير الوطني. جيدا يذكرنا بثورة نوفمبر ومؤسسات الدولة. وقال رئيس الجمهورية: كما تعلمون منذ ما يقرب الشهرين أخذت إلى الخارج على جناح السرعة لما كان قد أصابني من وباء كورونا،
وتابع الرئيس تبون: موعدنا قريب على أرض الوطن لنواصل بناء الجزائر الجديدة. قلنا هذه، وأضاف: اليوم الحمد لله بفضل الله عز وجل ورعايته ولطفه بالقضاء والقدر، وبفضل كذلك أطبائنا في المستشفى العسكري والأطباء الألمان، الحمد لله طريق التعافي بدأت فيه، سيأخذ أسبوع أسبوعين أو 3 أسابيع أخرى، لكن بإذن الله سأسترجع كل قواي البدنية. وتابع الرئيس: بعدي عن الوطن ليس نسيانه، فأنا أتابع يوميا إن لم أقل ساعة بساعة كل ما يجري في الوطن. هاي فتحتوا سيدي جماعة اليوتيوب وجماعة لوموند وضواحيها، ارتحتوا، ما عادش تو شغل في السلطة وموت سريري وجلطة دماغية وتوفية يرحم الله وانقلاب وتسمم. الصورة أسهل بذلك بكثير. راهو للأسف هي ليس فقط نقولوا عرب وفارقة وعالم ثالث، لا والله حتى الأوروبيين عندهم البحث عن المعلومة الغريبة، البحث عن المبالغة، البحث على الشيء غير عادي. أي نعم، عندي سر فظيع جدا وسأكشفه لكم الآن في المصادر الخاصة على اليوتيوب. يلا ها سجلوا اسمعوا. الأمور أبسط بذلك بكثير. هذا هو التفكير العلمي. نمشي إلى المصدر. أنا الرئيس مريض، ذهبت إلى ما تقوله رئاسة الجمهورية في الجزائر. طبعا حتى يقولوا لي أنت دائما يعني تدافع عن الجزائر لا تنتقد أبدا. طبعا جيد من ناحية أنه الرئيس عبد المجيد تبون لم يذهب إلى مستشفى فرنسي، لأن اعتبرها فضيحة الذهاب إلى مستشفى فرنسي، وهذا ما كان يفعله هداه الله عبد العزيز بوتفليق. هذا عدو الأمس وحاربت الاستعمار، تذهب إلى مستشفياته، يعني أسرار الدولة الجزائرية الصحية عندك. كان هواري بومدين لما مرض إلى آخره ذهب مباشرة إلى موسكو إلى روسيا، يثق في الروس. طبعا مستحيل أن هواري بومدين يذهب إلى فرنسا. الرئيس عبد المجيد تبون والمحيط به ربما اختاروا مكانا أفضل بكثير من فرنسا، وهو ألمانيا، على اعتبار ألمانيا لم تستعمر الجزائر. لكن أيضا حول النقد، الآن حان الأوان أن الجزائر وإمكانياتها الاقتصادية وطبها وإلى آخره، وعارف أنه في العشرية السوداء استنزفت الجزائر في أطبائها لما ذهبوا لكندا وأمريكا وأوروبا في العشرية السوداء في التسعينات. كما تونس الآن منذ ثورة تونس والأطباء فرفر، يعني تكونوا الدولة تصرف عليه، تلقيه بعد في فرنسا في ألمانيا في كندا في أمريكا إلى آخره. الآن الجزائر يجب فعلا أن تفكر أن تعمل ميزانية على الأقل لمستشفيات متقدمة جدا تضاهي المستشفيات الألمانية والفرنسية والأمريكية والروسية وغيرها. وثم دليل ذلك أن دولة فقيرة راهي كوبا، لكن كوبا عندها من أفضل المستشفيات في العالم، من أفضل النظام الصحي في العالم. كوبا كان إيغو شافيز ورؤساء أمريكا اللاتينية يذهبون ويتداوون في كوبا. هذا لابد الملف أن يعمل عليه فعلا حتى يكون رئيس الدولة وغيره يكونوا في مستشفى من أفضل المستشفيات في العالم. يعني كما ننافسوا في كأس كرة قدم في العالم، أيضا نستطيع أن ننافس في المستشفيات لتكون لنا أفضل مستشفيات العالم. وخاصة الجزائر الحمد لله لا تنقصها إمكانيات مادية ولا تنقصها بالذات خبرات بشرية. أنا عندي 2 أطباء خاصين في جنيف جزائري، طبيبي الخاص يعني في الجزائر متخصص في، فإذا هم موجودين في كل مكان، في فرنسا في أمريكا في إلى آخره. فإذا حان الأوان أن نعتني بهؤلاء الأطباء، ولما لا نشجعهم على العودة لبلدانهم والعمل في الجزائر وفي تونس إلى آخره. تونس راهم مشاكل واضطرابات سياسية، لأن بلادك وبلادك صرفت عليك وأنفقت عليك، أنت تتخرج منها تشتغل عمل ستاج من هنا وبعد تصبح في أمريكا وكندا وأوروبا. هذا غير وطني أعتقد ذلك، لكن زاد شوي من الدولة وشوي من الذي فر في أول مناسبة. وشكرا لكم سيدي، وإن شاء الله لباس للرئيس عبد المجيد تبون، وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.